هنتكلم عن المخطط بتاع أي مريض بيدخل المستشفى. يعني لما العيان بيدخل المستشفى المفروض إيه هي الأقسام اللي بيمر بيها، وإيه هي الفحوصات والإشعاعات والتحاليل اللي بتنطلب للمريض ده، السيركل اللي بياخدها بمجرد ما يخش من بوابة المستشفى لحد ما يطلع تاني لبوابة المستشفى. تابعونا في الفيديو علشان تعرفوا المخطط وإيه اللي بيتم مع العيان لحد ما بيخرج. مخطط التدفق لقسم الاستقبال والعيادات الخارجية. مجرد ما المريض بيوصل للمستشفى بيتم تسجيل المريض في قسم الاستقبال. بعد كده بيتم فحص المريض عن طريق الطبيب. المريض لو بيحتاج لفحوصات بندخله الإشعة أو المعمل، لو ما بيحتاجش خلاص بيكتب العلاج وبينصرف. لو دخل الإشعة والمعمل بيتم استكمال لتشخيص المريض وتحويله إلى مستشفى أخرى.